ازيكم عاملين ايه؟ وقبل اي كلام نصلي على الحبيب عليه الصلاة وافضل السلام. وهيبدأ قصة الفيلم المملكتين، مملكة البشر واللي بيحكمها ملك مغرور جدا وأناني وبيكون عايز يسيطر على المملكة التانية، مملكة السحر، اللي بيكون عايش فيها كائنات سحرية وجنيات وكائنات غريبة وعجيبة، وبيكونوا عايشين من غير حاكم، عايشين بينهم وبين بعضهم بالحب والثقة. علشان كده ملك البشر عايز يسيطر عليها بس بيفشل. وبنشوف في مملكة السحر جنية جميلة جدا، وهي كانت بتشبه البشر وكانت بتمتلك قوة سحرية هائلة جدا. وفي مرة وهي بتطير ومستمتعة بطيرانها سمعت صوت عالي جدا، فراحت بسرعة لجنيات السلام وسألتهم عن الصوت ده، فقالوا لها إن حرس الحدود مسكوا لص بشري عند بركة المجوهرات. فطارت بسرعة وراحت عند بركة المجوهرات، فحرس الحدود طلب منها إن هي ترجع، بس هي قالت له إن هي مش خايفة وإن هي عايزة تشوف بشري من قريب. فطلبت من البشري ان هو يخرج من ورا الشجرة، بس هو قال لها ان هو خايف يقتلوه، بس هي طلبت منه ان هو يخرج وما يخافش، وفعلا خرج من ورا الشجرة. فسألته عن اسمه، فقال لها اسم ستيفن. وانتي اسمك ايه؟ فقالت له اسمي ميلفسنت. وطلبت منه ان يرجع الجوهرة اللي سرقها، وفعلا رجعها لها وراحوا توصلوا للبيت علشان يبقى في امان. ولما وصلوا للحدود اللي بينهم وبين مملكة البشر، ستيفن قال لها ان هي ترجع علشان ما يقتلوهاش، وقال لها ان هو نفسه يعيش في القصر ده وان ده حلمه من بعد ما ابوه وامه ماتوا. فهي قالت له ان هي كمان عايشة لوحدها علشان ابوها وامها ماتوا. فهو بيودعها وبيسلم عليها، ايديها اتحرقت من خاتم الحديد اللي هو نفسه، فقالت له ان الحديد بيحرق الجنيات. فبسرعة قلع الخاتم ورماه واعتذر لها وقال لها ان هو اكيد هيشوفها تاني. وفعلا جالها بعد اسبوع وقعدوا يلعبوا ويستمتعوا باوقاتهم، ونشأت بينهم علاقة قوية جدا. واستمر الوضع ده لحد ما تمت ال16 سنة، وجي في عيد ميلادها واداها هدية وقبلة وسابها ومشي. وعدت سنين كتير وكبرت ميلفسنت وكبرت معاه قوتها وسحرها. بس بعد السنين دي كلها ميلفسنت ما نسيتش ستيفن وكانت دايما بتستناه. وفي مرة ميلفسنت وهي قاعدة لاحظت رياح جاية من بعيد، فبسرعة بتروح ميلفسنت للحدود، فبتلاقي الملك المغرور وجيشه هناك. فالملك بيقول لجنوده انه قعد سنين يخطط ويستعد للحظة السيطرة على مملكة السحر. فميلفسنت بتأمرهم ان هم يرجعوا، بس الملك اتريق على شكلها وعلى كلامها. فميلفسنت ندت على حرس الحدود علشان يقفوا جنبها. فبسرعة الملك أمر جنوده بالهجوم، وبدأت المعركة بين الجنود والكائنات السحر. أما ميلفسنت فكانت هدفها الملك، وفعلا أصابته، فراحت عشان تهدده إن يبعد عن المملكة، بس هو ضربها بالقفاز الحديد فاتحرقت في جسمها وضعفت قوتها. فبسرعة الجنود بياخدوا الملك وبيهربوا. وبعدها بنشوف الملك وهو تعبان جدا وبيموت، وطلب من أعوانه إن يقتلوا الكائن المجنح، وإن جايزة اللي هيقتلها إن هو هيجوزه بنته وعرشه من بعده. وطبعا خادم الملك بيكون سامع كل كلام الملك وعن جايزة الملك، وطبعا بيطلع الخادم ده وهو ستيفن. وبالليل بيروح ستيفن للحدود وبينادي على ميلفسن، وفعلا هي بتجيله وبتسأله عن حياته مع البشر. فهو بيقول لها ان هو جاي يحذرها من الملك علشان هو بيخطط لقتلها. وطبعا ميلفسنت حنت لأيام زمان وقعدوا يتكلموا عن الماضي وعن السنين اللي عدت لحد ما نامت على كتفه. وأتاري ستيفن كان بيشربها مخدر علشان يغدر بيها ويقتلها، بس يعني ما قدرش يقتلها. وتاني يوم بتصحى ميلفسن بس بتكون تعبانة جدا ومش قادرة تقوم تقف علشان ستيفن حبيبها قطع جناحاتها وراح يقدمها للملك علشان ياخد مكافئته. وقال للملك ان هو هيكون حريص جدا على حماية المملكة. وميلفسنت بتكون حزينة جدا من اللي حصل لها ومتبقاش مصدقة، بس بتحاول تقوي نفسها علشان تقوم وتنتقم. وهي ماشية بتشوف شخص ومعاه كلاب بيكونوا مصطادين غراب وبيعذبوه. فميلفسنت حولت الغراب لإنسان عشان تنقذه. والغراب في الأول كان مستغرب شكله، ولما عرف إن هي عملت كده عشان تنقذ حياته شكرها جدا وقال لها إن هو هيبقى من دلوقتي خادمها وهيلبي كل طلباتها. فسألته عن اسمه وقال لها اسمي ديفان. فهي طلبت منه انه يراقب مملكة البشر. وفي يوم رجع لها بخبر تتويج ستيفن، فقالت لنفسها ان هو عمل فيها كده علشان يبقى الملك. وطبعا ميلفسنت عبرت عن غضبها. وبعد كام شهر رجع لها ديفان بخبر تاني ان ستيفن والملكة عاملين حفلة كبيرة جدا بمناسبة المولودة الجديدة، وبيحضر الحفلة دي التلات سحرات السلام، وبيطلبوا من ملك الإذن ان هم يعطوا للمولودة هدية من سحرهم. فالأولى عرضها الجمال والتانية عرضها السعادة، وعند آخر هدية هبت رياح قوية جدا. وطبعا كانت ميلفسن وكانت جاية تدي للمولودة هدية. فطبعا ستيفن رفض وطردها، بس هي كانت مصممة تديها الهدية، وراحت قالت بصوت عالي إن أكيد الأميرة هتعيش في نعيم لحد ما تتم ال16 سنة وهتشق صباعها
في عجلة الغزل وهتنام نومة كالأموات. فطبعا اترجع ستيفن جدا ورجع لها علشان ترجع في كلامها، فقالت إن ممكن تصحى تاني بس بقبلة حب حقيقية، وقالت إن اللعنة دي مفيش قوة هتقدر تغيرها. فبسرعة ستيفن أمر بجمع كل عجل الغزل من كل مكان وخلاهم يكسروها ويحرقوها، وعطى البنت للثلاث سحرات علشان ياخدوها لمكان بعيد ويعتنوا بيها لحد ما تتم 16 سنة. ولما وصلوا لجزيرة بعيدة السحرات استغنوا عن جناحاتهم وتحولوا لبشر علشان يقدروا يعتنوا بالبنت اللي بقى اسمها أورورا. وطبعا الثلاث سحرات ما كانوش عارفين خالص يتعاملوا مع البنت، وكانت دايما البنت بتعيط. وطبعا ميلفيسنت عرفت مكانهم وخلت ديفال يهتم بالطفلة ويراعيها، وهي كمان كانت مهتمة بيها جدا، وكانت برضو بتسلي وقتها بالثلاث سحرات. أما ستيفن فكان حابس نفسه جوه القصر وكان بيزداد غضبه وإصراره على الانتقام، وحاول كتير إنه يحرق الغابة بس هي كانت بتحميها، وده اللي كان بيغضبه أكتر. وميلفيسنت كانت بتشوف أورورا وهي بتكبر يوم بعد يوم وبتلعب، وفي يوم البنت كانت هتقع من على حافة الجبل بس ميلفيسنت حلت على آخر لحظة. وفي يوم أورورا شافت ميلفيسنت وزي أي طفلة حبت الاختلاف اللي بينها وبين ميلفيسنت، وده حرك قلب ميلفيسنت وخلاه يتعلق بيها أكتر. وكانت كل ما البنت بتكبر كان اهتمامها بيها أكتر، وميلفيسنت كانت بتشوف إن هي وأوريرا متشابهين في حاجات كتيرة جدا، حتى في فضولها إن هي تعرف إيه اللي ورا الجدار ده وإيه اللي موجود في القصر البعيد ده. وفي يوم حراس ستيفن شافوا أوريرا وهي في مملكة السحر فافتكروها ميلفيسنت وكانوا هيهاجموها، فميلفيسنت نيمت أوريرا علشان ما تشوفش غضبها. وطبعا ميلفيسنت حبت تتسلى بيهم شوية بس لحد ما كسرت عظمهم. وميلفيسنت خدت أوريرا لمكان السحرات والجنيات علشان تشوف أوريرا فيها من طمع البشر واللي عاشتها معاهم خلتها مختلفة. ففرحت ميلفيسنت جدا إن أوريرا حبت الجنيات وكانت بتلعب معاهم. وظهرت ميلفيسنت لأوريرا لأول مرة في حياتها، فأوريرا أول ما شافتها حست بيها وقالت لها أنا عارفاكي أنت عربتي الجنية. بس ميلفيسنت استغربت جدا فقالت لها أوريرا إنك كنت معايا طول حياتي، كنت بشوف دلك دايما في كل مكان وكنت دايما بترعاني. وقالت لها حتى الطائر الجميل ده كان دايما معايا. فميلفيسنت قالت لها إن هو اسمه ديفال، وميلفيسنت خلتها قاعدة معاها علشان تلعب وتفرح، وعلشان كمان ميلفيسنت حبتها جدا. وفي يوم ميلفيسنت نيمتها وخيتها في الكوخ بتاعها علشان تبطل اللعنة، وعملت أقصى جهدها علشان تبطلها بس ما قدرتش وزعلت جدا من نفسها. وفي يوم وهما بيتمشوا أوريرا سألتها هي ليه كل الجنيات عندها أجنحة وإنتي لأ؟ فميلفيسنت قالت لها إنها كانت عندها أجنحة كبيرة جدا وقوية كمان، وقالت لها بس للأسف اتخدعت واتسرقوا مني. وتاني يوم بنشوف أوريرا وهي بتبقى واقفة محتارة علشان ما بتبقاش عارفة تقول إيه لعمتها اللي هما الثلاث سحرات بإنها عايزة تعيش في مملكة السحر باقي حياتها. وفجأة بيظهر لها ولد وبيقول لها إن هو اسمه الأمير فيليب، وبيقول لها إن والده الملك بعته لقصر الملك ستيفن بس هو مش عارف الطريق، فهي وصفت له الطريق وقالت له إنها اسمها أوريرا. وطبعا ميلفيسنت كانت شايفاهم هي وديفال، وتروح أوريرا لميلفيسنت وتقول لها إن بكرة عيد ميلادها 16 وإن هي عايزة تروح لعمتها علشان تقول لهم إن هي خلاص كبرت وإن هي عايزة تعيش باقي حياتها في مملكة السحر. وبنشوف عمتها واللي بيكون واحدة منهم مبسوطة علشان هيسيبوا المكان بعد عيد ميلاد أورورا، فالتانية اختلفت معاها وقالت لها إن الملك قال في نفس اليوم مش بعدها. وفجأة دخلت عليهم أورورا وهم بيتخانقوا، فقالت لهم أنا سمعت إن والدي ملك وإنكم هترجعوني ليه، يعني هو عايش. فردت واحدة منهم وقالت لها احنا بننفذ أمر الملك علشان يحميكي من اللعنة. فاستغربت أوريلا من كلامهم، فالثلاث سحرات حكولها عن اللعنة. فبسرعة راحت لميلفيسنت وقالت لها انك اكيد عارفة عن اللعنة وعن الجنية الشريرة وهي اسمها. فميلفيسنت قالت لها على اسمها، فأوريلا قالت لها مش ده اسمك. فميلفيسنت سكتت، فأوريلا قالت لها انت اشر حد في العالم، وطلعت تجري وخدت الحصان وراحت على القصر. فميلفيسنت طلبت من ديفال انه يجيب لها الولد، فالحارس بياخد أوريلا للملك، فبتجري أوريلا لحضن ابوها. فستيفن بيقول لها ان هي شبه امها جدا، بس طلب من الحراس انهم يحبسوها في غرفتها علشان اكيد ميلفيسنت جايه. وبنشوف أوريلا وهي تعبانه من شكه في صباعها وراح تدور على مخرج من الغرفة، وفعلا لقيت والخادمة فتحتها لها، فطلعت تجري وكأن اللعنة بدأت. وميلفيسنت لقت الولد ونيمته وحولت ديفيل لحصان علشان تروح بسرعة للقصر وتنقذ أوريرا. وفي نفس الوقت اللعنة بتسحب أوريرا لمكان العجلات المحروقة، واللعنة بتصلح عجلة من عجلات الغزل المحروقة. وفي نفس الوقت بتكون ميلفيسنت عايزة توصل بسرعة علشان تلحقها، بس في آخر لحظة ميلفيسنت عرفت إن اللعنة اتنفذت وإن أوريرا
شكت صباعها في عجلة الغزل، فأوريلا وقعت على الأرض، وستيفن كان زعلان جدا على بنته، وديفال قال لمالفيسنت إن هو حاسس إنهم معمول لهم فخ، بس مالفيسنت كملت طريقها علشان تنقذ أوريلا، وفعلا وصلت الولد للأوضة. وأول ما السحرات شافوه دخلوه بسرعة وطلبوا منه إن يديها قبلة الحياة، بس منفعش، فخدوا الولد وخرجوه بره الأوضة. وكانت مالفيسنت وديفال مستخبية في الأوضة، وكانت زعلانة جدا، فرحت لها وطلبت منها إنها تسامحها، وقالت لها إن هي خسرتها وإن هي مش هتسامح نفسها أبدا. راحت قبلتها وجت تمشي، صحت أوريرا وندهت عليها، وطبعا ميلفيسنت فرحت جدا. وأوريرا كانت راجعة مع ميلفيسنت لمملكة الجنيات، بس فجأة بتقع على ميلفيسنت شبكة من حديد، وبيخرجوا كل الحراس علشان يمسكوها ويضربوا فيها، والحراس مسكوا أوريرا علشان ما تنقذهاش، فميلفيسنت حولت ديفال إلى تنين علشان ينقذها. وفعلا ديفال حاول يبعد الحراس عنها وشال الشبكة من عليها وانقذها. وأوريرا طلعت تجري من النار ودخلت أوضة مهجورة، وفي نفس الوقت الحراس قدروا يسيطروا على ديفال ولجموه بالسلاسل، وحاطوا ميلفيسنت بحواجز من حديد. فظهر لها ستيفن علشان يعذبها وينتقم منها، وإن في نفس اللحظة أوريرا بتشوف أجنحة ميلفيسنت، فبتحاول تخرجهم علشان تنقذها. وفي اللحظة اللي كان ستيفن خلاص هيقتلها، الأجنحة بتطير وبترجع تاني في جسم ميلفيسنت، فبترجع لها قوتها تاني، وتحرر ديفيل علشان يقضي عليهم. بس طبعا ستيفن ما استسلمش ومسك رجلها بسلاسل من حديد، فهي طارت بيه وطلعت فوق القصر، وفضلوا يتقاتلوا مع بعض لحد ما ستيفن وقع من فوق القصر ومات. وطبعا أوريرا رجعت مع ميلفيسنت لمملكة الجنيات والسحر، فميلفيسنت توجت أوريرا كملكة لمملكة السحر، وبنشوف الأمير فيليب وهو راح يعيش معاه في مملكة السحر. وبكده وصلنا لنهاية الفيلم، ولو عايزين تسمعوا ملخص الجزء التاني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يجيلكم كل جديد. وإلى اللقاء، شكرا لمتابعتكم ومشاهدتكم.